للأسف الشديد بنقول إن العيد المفروض فرحة، لكن في بعض البيوت يا أستاذة أشجان قبل تكبيرة العيد، قبل التكبيرات بنلاقي الخناقات قايمة، سواء بقى على اتأخرتِ في اللبس، العيال عملوا إيه، هنروح لمين، هنيجي، كل المشاكل اللي بتحصل دي بنلاقيها مصدر للخناقات خلال العيد. فخلينا نتكلم عن أكتر الأسباب اللي يعني تخلّي الزوجين يحصل ما بينهم خلافات، والعيد بدل ما يبقى فرحة يتقلب لخناقة ونكد. بيوت المسلمين يا رب اللهم امين. يمكن إمم. من اكتر المشاكل اللي دايما كل سنه نتكلم فيها، ودايما نتخيل انها خلاص هتختفي، هي بتختفي وتعمل احلال وابدال ليها مشاكل اخرى بنفس نفس العنوان ولكن تفاصيل مختلفه. إيه اللي بيخلي دايما ان احنا بنتخانق ليه في العيد؟ اول حاجه غياب الهدف. انا شايفه ان احنا الهدف الاساسي من الامر ما بيبقاش واضح لنا، او بيبقى مختلط علينا، فبالتالي بنتخانق لحاجات تانية. يعني ايه الكلام ده؟ يعني فكره انا لما ابقى فاهمه ان العيد المفروض فيه ادخال السرور، ده فرض، يعني انا بتبسط بالعيد كشخص كفرد كده مسلم، ان ده امر من ربنا عز وجل، فبالتالي انا مكلفه بيه. انما اللي بيحصل ان انا ببقى فاهمه ان انا عايزه اتبسط عشان كذا، او محتاجه كذا عشان اتبسط، او اللبس الفلاني هو اللي هيعملني. وطبعا خناقات بقى التنفيض، وتهدد في ايه، وعملت ايه، وهنروح فين. ولو هي مغتربة خلي بالك ملف المغتربين ده كبير جدا. فكرة العيد احنا لوحدنا وبأي حال أتيت يا عيد طبعًا، فتلاقي بقى طبعًا. إن هي بتبقى سمت معين، كأن احنا بنحب ندخل عندنا الحزن، أو إن أنا خايفة أفرح، أو إن ملناش نفس نفرح. لأ، يعني احنا بنشوف اللي بيبقوا يعني سبحان الله الحروب وإن هم يعني بيدوروا كده، يدوروا على مواطن الفرح ويعرفوا يعيشوا الفرح صح. فلما يجي لنا عيدنا، هو ده اللي عندنا يا جماعه، لا راس سنه ولا بتاع ولا فكره مين ولا يوم ايه ولا فالنتين. هو عيدنا عيد صغير وعيد كبير، ربنا إمم. امرنا فيهم بالفرحه، وامرنا فيهم بادخال السرور على إمم. نفسنا وعلى اهل بيتنا. إمم. فلما الاقي بقى ان الشيطان هو ما بيشتغلش غير في الايام دي. إمم. يعني فكره اصلا ان افضل حاجه عند الشيطان يعني بتبقى كده يفرقون يفرّق بين، بين المرء وزوجه. إمم. فكرة التفريق بين الأزواج. فالأساليب بتبقى بقى ما دخلت رمضان، دخلت عيد، دخلت كذا، والدة لسه والدة، حامل جديد، يعني هي المواطن اللي بتبقى فيها ساعات الدنيا بتبقى محتدة شوية. فليه أنا أحول العيد إن هو دايما بيبقى إن أنا سايبة الهدف الأساسي، إن أنا المفروض عارفة كده اللي أنا نازلة أشتري حاجة، فمهما أشوف حاجة تانية مش هشتريها، أو إمم. حاطة في دماغي إن الفلوس اللي معايا بتاعت الحاجة دي. فلما ندخل العيد ويبقى محددين ان انا هسعد نفسي وزوجي واولادي، وتبقي حاطه الهدف ده، فما بتبصيش بقى الحاجات التانية اللي هي اصل ما جابش. يا جماعه الاسعار بقت فظيعه رهيبه في الدنيا طبعًا، كلها. طبعًا. ففكره لبس العيد، وان انا ادخل لبس العيد على الولاد، وان الولاد لبسوا وانا لا، او هو استلف عشان يجيب، او ان الزوج معهوش يجيب، او ان كذا. ففي تفاصيل ماديه مخليه الناس